على كوكب يايا برايم، مفترس صغير اسمه ديك بيعمل حصة تدريب. بيستخدم أدوات كتير عشان يسافر في الأرض لحد ما بيدخل كهف، والماسئ الضوئي بتاعه بيقوله إن أخوه مستخبي قريب. انتوا مع محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش الاشتراك واللايك المتين. ديك بيهاجم من وراه بسيفه، وكواي بيصده في آخر لحظة. الإخوات بيبدأوا يتخانقوا، وكواي بيفضل يستفز ديك وهم بيتحركوا، وبيفكروا إنه لازم يستغل الكهف لصالحه. السيوف بتفضل تتخبط في بعض وهم بيتحركوا في كل حتة في الكهف، وبعد ما بيتبادلوا كذا ضربة، كواي بيعرف يحاصر ديك بس ما بيقتلوش. لما ديك بيرفض يستسلم، كواي بيقطع العمود اللي واقفين عليه، وديك بيقع في الهاوية. بيعرف ينقذ نفسه إنه يمسك في الحيطة. بيتسلق تاني وبيهاجم كواي مرة كمان. بعد كده على سفينتهم، كواي بيقول لديك إنه جه الوقت إنه يختار فريسة عشان يكسب مكانه في عشيرة آيا. ديك عايز يروح جينا، اللي معروفة كمان باسم كوكب الموت، عشان يصطاد الوحش اللي ما بيتقتلش، كاليسيك. حتى أبوهم بيخاف منه، وعشان كده ديك عايز يروح وراه. هو زهق إن أبوه شايفه ضعيف. كواي مش موافق. مع ذلك ديك بيوعد. في اللحظة دي أبوهم نجار بيرجع، وديك بيرحب بشرفه بعينة من دمه. نجار بيستغرب ليه ديك عايش، وبيكشف إنه أمر كواي إنه يقتله عشان هو أضعف من إنه يكون جزء من العشيرة. مع ذلك كواي شايف إن ديك يستاهل فرصة إنه يثبت نفسه. نجار الغاضب بيرمي جهاز بيمسك ديك، وبيقول لكواي إنه يقتله دلوقتي، بس بدل ده كواي بيحرره وبيفعل الليزر بتاعه عشان يبعته للسفينة. بعد كده كواي بيفعل درع عشان يحمي أخوه، بما إن نجار بيفتح النار. بعد ما بيقفل السفينة عشان ديك ما يهربش، كواي بيبدأ يقاتل نجار، وفي كم حركة بس بيعرف ينزع سلاحه. نجار بيفعل عباءة التمويه بتاعته، بس كواي بيفضل يضرب بالبوكسات. نجار بيقطع عن إيده قبل ما يقطع دراعه. بعد كده نجار بيضرب ابنه وبيوقعه، وكواي بيبدأ يزحف بعيد وبيمد إيده لدراعه بدل سيفه. نجار بيوصفه بالضعيف وبيطعنه، عشان كده كواي بيستخدم آخر نفس ليه عشان يفعل السفينة عشان أخوه يقدر يروح جينا. ديك بيتفرج على رقبة نجار وهو بيقطعها، وإطلاق السفينة بيخليه يفقد الوعي. بعد شوية ديك بيصحى على إنذار. السفينة اتضررت من الحطام اللي في المدار، وبتندفع بسرعة تجاه جينا. ديك بيجري على الكرسي وبيعمل له قذف، فبيبدأ يقع بسرعة كبيرة في سماء جينا. لما طائر بيخبط فيه تقريباً بيفعل الدرع، وبينتهي بيه الحال إنه بيقع في الغابة وبيزعق من الإحباط. مصمم إنه يلاقي الوحش، ديك بيفحص أسلحته عشان يتأكد إن كل حاجة شغالة كويس. بيتفاجئ بصوت قريب وبيبدأ يدور في المنطقة. فجأة مخلوق عامل زي الليف بيفاجئه وبيسرق واحد من أسلحته. ديك بيجهز صيفه، بس ليف تاني بيمسك دراعه وبيضطر يقطع ده في الوقت اللي الليف الأولاني بيهرب. للأسف بيظهر ليف أكتر وبيمدوا إيديهم عليه لحد ما بيمسكوا رجله عشان يشدوه على الأرض. ديك بيعرف يمسك القوس بتاعه عشان يضرب الآسر بتاعه عشان يغصبه إنه يسيبه، وبيضرب الليف بالبوكس عشان يبعده. بعد كده ديك بيجري عشان يسترجع سيفه، وبسرعة بيقطع الليف اللي بيفضل يهاجمه. بس مهما قطع منهم بيفضلوا يجوا أكتر وأكتر، وبيبدأوا يهاجموا مع بعض كمان. ديك بسرعة بيراوغ كذا ضربة وبينط فوق ليف عشان يجري عليه، وده بيساعده إنه يوصل لقمة منحدر. الليوف مش بتعرف توصل له فوق، ودلوقتي ديك عنده رؤية كويسة للكوكب اللي شكله مرعب. بعد كده ديك بيغسل الجرح بتاعه في النهر، وبيستخدم الماسح الضوئي بتاعه عشان يلاقي نبات طبي يقدر يشتغل كقنبلة. على ورقة شجر بيلاقي دودة بتبدأ تنمو كرات حمراء، ولما بيرميها بعيد بتنفجر. بعد كده بيخرج عشان يستكشف ويدور على الكالسيك. في حقل كبير بيلاقي نباتات حمراء غريبة بتفضل تطلع صوت همس عالي، عشان كده بيتحرك بحذر عشان يتجنبهم. في اللحظة دي ديك بيسمع صوت بيتكلم بلغة غريبة، وبيطلع عشان يشوف ثيا محبوسة في عش ضخم. لما بيدرك إنه مش فاهمها، ثيا بتغير للمترجم العالمي اللي بيأكد إنها أندرويد معروفة باسم اصطناعية. فجأة نسر جينا بيظهر قريب وبيمسك صخرة عشان يرميها على النباتات الغريبة. ده بيخلي الكبسولات تنفجر بدخان أحمر وتطلق الإبر بتاعتها اللي ديك بيراوغها بسرعة. ثيا تشرح إن الإبر ممكن تشله عشان النسر يقدر ياكله. لما ثيا بتعرض مساعدتها، ديك بيقول إن اليوايا بيصطادوا لوحدهم، وثيا بتخمن إنه هنا عشان الكالسيك. النسر بيرمي صخور أكتر وبيتم تفعيل نباتات متعددة، فديك بيتضرب بالإبر،
وهو بيبدأ يحس بالدوار، ثيا بتطلب سلاح، فديك بيرمي واحد من شفراته ليها قبل ما يقع. النسر بيطير لتحت وبيكون على وشك إنه ياكله لما ثيا بتهاجم الوحش وبتقتله بوحشية بالشفرة. ديك بيشوفها بتلوح قبل ما يغمى عليه. بعد دقايق ديك بيصحى عشان ثيا ادته ترياق مصنوع من نفس الوردة. ديك بيقف وبيساعد ثيا إنها تعمل نفس الشيء، بس بياخد باله إن نص جسمها مفقود. بتشرح إنها اصطناعية مبعوثة من شركة واي وأوتاني عشان البشر ما يقدروش يعيشوا على الكوكب ده، بس ديك مش بيهتم وبيسيبها تقع. ثيا بتوضح إن كتير من الياوية جم عشان الكاليسك ومحدش منهم نجا، بس هي نجت. لو ياخدها معاه هي هتوجهه لوقر الكاليسك. بالطريقة دي هي هتاخد رجليها وهو هياخد الكأس بتاعه. ديك بيدرك إن الكاليسك هو اللي دمرها، بس هو لسه مش مهتم. مع ذلك لما ثيا بتوصف نفسها بأداة مفيدة، ديك ما بيشوفش ده إنه بيخالف القانون. بعد كده وبيوافق إنه ياخده معاه. وهم بيسافروا، ثيا عمرها ما بتسكت وبتفضل تسأل أسئلة. عند النهر بعض الديدان الغريبة بتبدأ تضرب عليهم حمض، عشان كده ديك بيشيل ثيا على ظهره عشان يجري أسرع. للأسف بيلاقي الطريق مسدود، وثيا بتستخدم الفرصة عشان تعلمه درس. بترمي فاكهة لزجة على الأرض والمخلوقات بتجري عشان تاكلها. دلوقتي هما ما بقوش بيضربوا تاني. بمجرد ما بيسيبوا النهر، ديك بيقطع مجموعة من الليوف وبيربط فيها على ظهره عشان يتحرك بسهولة أكتر. في المساء بيوقفوا عشان يعسكروا لليل، وديك بيستخدم الجهاز بتاعه عشان النور. ثيا بتحكي إن الطاقم بتاعها وصل جينا من 2 سنين، وإنها كانت محبوسة في عش النسر لمدة 2 أسبوع تقريباً. كانت بتتمنى إن اصطناعية تانية اسمها تيسا تيجي عشان تنقذها، وبتقول لديك إن عندهم حساسية أعلى من النماذج التانية. ديك بيشوف الحساسية كضعف، بس ثيا بتشوفها ميزة عشان يفهموا المخلوقات التانية. ثيا كانت محبوسة في المعمل، بس في يوم تيسا طلعتها عشان تستكشف. للأسف ده كان كمان اليوم اللي الكاليسك هاجم عليهم فيه. في الوقت ده في قاعدة الطاقم الجديدة بيتكشف إن شكل ثيا بالظبط زي تيسا. اتصابت بضرر كبير وقت هجوم الكاليسك، عشان كده هي دلوقتي في كبسولة بيتم تصليحها. تيسا بتفضل تكرر اسم ثيا وبتفتكر الحادثة، فالكمبيوتر بيفكرها إن أولوياتها هي إنها تمسك الكاليسك. الكمبيوتر كمان بيكتشف وجود ياوية وبيصنفه كتهديد. لما تيسا بتصحى أخيراً بيتقال لها إنه ثيا اتمسكت بواسطة اليا. في الصباح ديك بيخرج عشان يصطاد أكل. بيلاقي جاموس عظماوي واللي في العادة بيكون أكل الكاليسك. ديك بيحاول يتحرك للأمام بس بيضطر يرجع لما بيكتشف إن الحقل ده متغطي بعشب شفرات الحلاقة. لما ديك بيكون على وشك إنه يرمي الشفرة بتاعته، مخلوق صغير بينط من شجرة وبينزل جنب الثنائي. ثيا مش بتعرف تحدده وديك بيزعق فيه، بس المخلوق الصغير بيزعق فيه هو كمان. بعد كده المخلوق بيبدأ يجري ورا الجاموس من غير مشاكل عشان جلده الصلب مش بيتأذى من عشب شفرات الحلاقة. غضبان إنه عنده منافسة، ديك بيبدأ ينط من شجرة لشجرة عشان يتابع الجاموس برضه. الوزن بيكسر فرع والثنائي بيقع، عشان كده ديك بيخرم الشجرة بالشفرة بتاعته وبيوقف السقوط قبل ما يلمسوا العشب الخطر. لما الجاموس بيجري قريب منهم، ديك بينط عليه وبيطعنه. مع ذلك الجاموس بيرميهم بعيد عن طريق استخدام شجرة تانية. المخلوق الصغير بيتدحرج في الحقل بالفعل، وحشرة لونا بتمسكه بلسانها، بس في اللحظة دي ديك بينزل على دماغها، بيطعنه بسيفه وبيعمل جرح كبير بيقتلها في الآخر. في الوقت ده تيسا وطقم من الاصطناعيين بيدوروا على ثيا. بيلاقوا كبسولة ديك قبل ما يهاجمهم اللوف. الطاقم بسرعة بيفتح النار عشان يبطئهم. بعد كده بيفعلوا قاذفات اللهب بتاعتهم عشان يحرقوا اللوف كلها. في المساء ديك وثيا بيعملوا معسكر تاني. المخلوق الصغير لسه بيتابعهم وبيقلد كل حركة لديك عشان هو معجب بالطريقة اللي اصطاد بيها الجاموس. ثيا بتسميه باد في الوقت اللي ديك بيشارك اللحم المشوي. ثيا بتسأل ديك عن عيلته، فبيقول لها اللي حصل مع أخوه وأبوه، بس هو بيرفض إنه يقبر إنها حزين لما ثيا بتستخدم الكلمة دي. بيوضح أن تيسا بتعتبر أخته وثيا بتعجبها الفكرة.
في نص الليل تيسا وطاقمها بيلاقوا سفينة ديك اللي وقعت بعد ما هو نط منها. فيها أسلحة يوجا كتير. تيسا بتلاقيها مثيرة للاهتمام بما فيهم قنبلة يدوية بتجمد إيدها. الصبح اللي بعده ديك بيمسك ثيا وبيمشي من غير بد وبيصر إنه بيصطاد لوحده، وثيا مش بتتحسب عشان هي أداة. ثيا بتقوله عن الديب وإزاي بيصطادوا في قطيع، بس الألفا مش هو اللي بيصطاد أكتر، هو اللي بيحمي القطيع. ديك بيفوت النقطة دي وبيقول إنه هيكون الألفا اللي بيقتل أكتر. بعد ما بيلاقوا ناب كاليسك جنب النهر، الثنائي بيكملوا السفر في الاتجاه ده وبيوصلوا لقاعدة ثيا اللي اتدمرت بالكامل بواسطة الوحش. وسط عشرات الأجسام الاصطناعية، ثيا بتلاقي رجليها. لحسن الحظ آلة التصليح لسه شغالة وبتقدر تستخدمها عشان تعيد توصيل نصفي جسمها، بالرغم من إن العملية هتاخد شوية وقت. بتشكر ديك على مساعدته، بس كمان بتعتذر وبتقوله إنه يمشي عشان هي فعلت المنارة عشان تنادي الطاقم بتاعها. ثيا بتطرح إن فريقها كمان بيدور على الكاليسك، عشان كده مش هتقدر تخليه يقتله. ديك بيرفض إنه يمشي وبيقول إنه يفضل إنه يموت بشرف بدل ما يجري زي الجبان. في نص الحطام فيه زيت مسكوب، فديك بيولع فيه عشان يعمل سحاب الدخان. الكاليسك بيظهر بسرعة وبيرمي ديك لتحت فبيضرر سيفه. ديك بيستخدم حتة معدن كدرع وبيتزحلق تحت الكاليسك عشان يقطع بطنه. بعد كده بيرمي شفرته الصغيرة على دماغه وبيقطع ديله. مع ذلك الديل بينمو تاني بسرعة والجروح بتتقفل عشان الكاليسك عنده قوة تجديد، وده اللي بيشرح ليه هو بيعتبر ما بيتقتلش. الوحش بيمسك ديك وبيرميه في آلة التصليح، وده اللي بيخلي رجول ثيا تقع من على الترابيزة. لما بيمسكه تاني ديك بيقطع لسانه عشان يحرر نفسه. الخناقة بتكمل وديك لازم يراوغ كذا هجوم في الوقت اللي فيها بتحاول تسترجع رجليها. في اللحظة دي بتشوف مسدس على الأرض وبتفتح النار على الكاليسك عشان تشتته. ديك بيستخدم الفرصة عشان يرمي سلسلة على فم الكاليسك، وبيفعل آلة بتبدأ تلف السلسلة اللي بتشحد الوحش لوراه. بعد كده ديك بياخد مسدس ثيا وبيبدأ يضرب نار. لما الوحش بيهاجمه بديله، ديك بيروغه وبيقفل باب وحدة تخزين عشان يحصره. دلوقتي يقدر يجري على جسم الكاليسك ويعمل نطة كبيرة فوق دماغه عشان يقطعه بنجاح. للأسف ده لسه مش كفاية عشان يقتله، والدماغ بسرعة بترجع تتصل بالجسم. الكاليسك بيمسك ديك بمخالبه الضخمة وبيشمه. الريحة اللي بيلاقيها بتمنعه من الهجوم. اللحظة بتتقطع لما تيسا بترمي قنبلة يدوية عشان تجمد ديك والكاليسك عشان تقدر تمسكهم. بعد شوية ديك بيصحى وهو مربوط على ترابيزة في مركبة الطاقم. ثيا في وضع تعليق عشان هي متوصلة بآلة التصليح، وتيسا قرأت كل سجلاتها. مش بتفهم ليه ديك عايش بما إن اليايا في العادة بيقتلوا الأطفال الضعفاء، وبتقول إن انتمائه لشركتها لازم يكون شرف ليه. بعد كده تيسا بتصحي ثيا وبتبارك لها عشان جابت عينتين. بتدي ديك حقنة مؤلمة عشان تعمل عليه تجارب، فثيا بتحاول بذكاء إنها تنقذه عن طريق التوضيح إنه فرخ صغير وعشان كده مش مثالي للعلم. بتفكر إنهم لازم يحتفظوا بأسلحته ويسيبوا ديك يمشي. تيسا لسه عايزة عينة، فبتوصل كابلين بدماغه بتسبب له ألم كبير. ثيا اليائسة بتطفي الآلة وبتقول لتيسا إنهم لازم يكونوا أكتر من روبوتات بتتبع الأوامر بس. في الحقيقة هي عايزة إنهم يكونوا أخوات. مع ذلك تيسا بتكشف إنها ما رجعتش عشان تنقذ ثيا، هي جت عشان الكاليسك. بتوافق على تقليد الياوية في التخلص من الضعيف، وبتوصف ثيا بإنها مكسورة. في اللحظة دي تيسا بيجيلها مكالمة من الأرض، عشان كده بتمشي عشان ترد بعد ما بتؤمر حارس إنه يحط ثيا في صندوق. بما إن الراجل مش بيعرف يتكلم ديك بيطلب من ثيا إنها تخليه يفتح واحد من أجهزته. ثيا بتقول للحارس إن جهاز ديك خريطة، ولما بيفتحه دماغه بتنفجر. بعد كده ثيا بتحرر ديك وبيتم تفعيل إنذار، فبيجي حراس أكتر عشان يفتحوا النار عليه. ثيا بتفتح الباب الخلفي وديك بينط في شلال عشان يهرب. بعد شوية ديك بيلاقي سفينته اللي وقعت وبيعالج جروحه. مع ذلك ما بقاش فيه أسلحة. بيفكر إنه يسيب الكوكب، بس بيبص على خوذة أخوه وبيفتكر إنه أحسن ديب هو اللي بيحمي القطيع.
ديك بيرجع للغابة وبيبدأ يجمع أخطار طبيعية عشان يستخدمها كأسلحة، زي شفرات عشب شفرات الحلاقة والشوك من الزهور الحمراء. كمان بيجيب الدودة الحمضية عن طريق استخدام الفاكهة. وهو شغال بيلاقي باد وبيشم البصق بتاعه. بيدرك أخيراً إن باد هو ابن الكالسك وإنه تعفى عنه عشان ريحته شبه ريحتها، فديك بيغطي باد بالبصق بتاعه هو بدال ده. أخيراً بيحرر رجول ثيا عشان يقدروا يتابعوهم لحد صاحبتهم. في القاعدة الجديدة داك بيظهر وهو لابس عظم الجاموس كدرع وبيرمي حمض على حارس عشان يوقعه. الرجول بتتبع إشارة من ثيا اللي في وضع تعليق جوه صندوق. لما حارسين بيحاولوا يهاجموا الرجول، داك بسرعة بيهزمهم بصوت مصنوع باللوف وعشب شفرات الحلاقة. باد بيساعد برضو عن طريق تدمير حارس في ثواني. الثنائي بيفضلوا يتسللوا في القاعدة وبيوقعوا أي حارس في طريقهم عشان الرجول تقدر تكمل التحرك من غير مقاطعات. في الوقت ده تاسا بتكلم الشركة وبتبلغ إنهم هيرجعوا قريب بالكالسك. لما بيتسألوا عن داك بتقول لهم إنه مات. بمجموعة أسلحته الطبيعية داك بيفضل يدمر الحراس الاصطناعيين، وفي بعض الأوقات بيقاتل كذا واحد منهم في نفس الوقت. جوه معمل حارس بيعرف يحاصره، فداك بيكسر قفص إزاز وبيخلي عينة لوف تقتله بدال ده. لما الرجول بتلاقي الصندوق بتنط على رقبة حارس وبسرعة بتقتلوه قبل ما تفتح الوعاء. ثيا بتصحى وبتحتفل بس بتسمع حراس جايين، فبتمثل إنها نايمة تاني. الرجول بتشوط حارس عشان توقعه، وثيا بتنط بره عشان تحاربه في الوقت اللي الرجول بتواجه الراجل التاني. نصف الجسم بيساعدوا بعض في المعركة، ولما حارس بيكون على وشك إنه يضرب الرجول بينطوا بعيد والضربة بتدمر الاصطناعي التاني اللي ثيا ماسكاه. بعد كده بتمسك حتة آلة صغيرة والرجول بتزق دماغ الحارس الأخير عليها عشان تقتله هو كمان. بسرعة داك بيلاقي الصندوق برضه بس بيكون فاضي. حارس بيفاجئه من ورا بس ثيا بتقتله بضربة نار. النصين بتوعها أخيراً رجعوا لبعض، وبتتفاجئ لما بتشوف داك اللي بيعترف إنه راجع عشانها زي ديب فخور. ثيا عايزة تمشي بس داك بيعلن إنهم لازم يحرروا الكالسك عشان باد يقدر يكون مع أمه. فجأة إنذار بيشتغل وتاسا بتقول لرجالتها إنهم يسرعوا إطلاق السفينة بالكالسك. وهي بتستكشف فريق من الجنود بيلاقوا داك اللي بيفعل الديدان القابلة للاشتعال عشان يعمل انفجار حلو بيدمر كل الاصطناعيين مرة واحدة. بعد كده تاسا بتظهر جوه بدلة قتال وبتضرب داك بليزر سرقته من سفينته اللي بيقتل الدودة الحمضية بتاعته. بتستخدم البدلة عشان توقع مباني وبتطلع منشار ضخم، بس داك بيروخ كل ده. في السفينة الرئيسية ثيا بتحاول توصل للكالسك بس القفص مقفول. لما حارس بيعدي بتفشل إنها تقلد تاسا فبتخبط دماغ الراجل على القفص بدل ده. بعد كده بتستخدم عينيه عشان تفتح القفل. لما هجوم بيرمي ديك في المعمل، إيد البدلة بتنزل وبيتم إمساكها بواسطة الليف المتحرك. ديك بيحاول يتسلقها بس تيسا بسرعة بترميه بعيد، فبيستخبى ورا حاوية. تيسا بترفعها بس مش بتشوفه. بيطلع إنه تسلق على الحاوية عشان يكون فوقها. دلوقتي ديك يقدر ينط على تيسا عشان يضربها، بس هي بسرعة بتقفل الكابينة. فجأة الكالسك بيظهر وبينط على البدلة، فتيسا بتفعل المنشار عشان تطعنه وترفعه. وهي مشتتة ديك بيتسلق لظهر البدلة وبيبدأ يقطع كابلات عشان يبطئها. تيسا بترمي قنبلة يدوية على الكالسك، بس ديك بيخبطها بقضيب معدن وبيخليها تنزل على ذراع البدلة، فالتلج بيخليها تسقط الكالسك. الوحش بيشيل المنشار من جسمه وبيهاجم البدلة وبيقسمها نصين. لما النص اللي فوق بينزل، الكالسك بياكل تيسا وبيزعق بالنصر. الآخرين بيتجمعوا مع ديك وبيتفرجوا على الكالسك وهو بيطمن على ابنه. بيشاركوا لحظة لطيفة، وديك بيستلهم إنه يظهر احترامه للكالسك برضه عن طريق إنهم يخبطوا جباه بعض. فجأة الكالسك بينفجر من قنبلة تجميد فعلتها تيسا اللي كانت عايشة جوه معدة الوحش. بتظهر من وسط الركام وبتحاول تهاجم ثيا، بس ديك بيطعنها من ورا وبيقتلها أخيراً. بياخد جهازه تاني وبط بيقطع دماغها. بعد شوية ديك بيرجع لثيا وبيقدم دماغ تيسا لأبوه. نجار لسه شايفه عار وبيبعت حارسين عشان يقتلوه، بس ديك
بيتحرك بسرعة وبيقتل 2 بسهولة الأول. بعد كده ديك بيقاتل نجار اللي بيستخبى بعباءة التمويه بتاعته. ديك بيفعل محرك السفينة عشان يعمل عاصفة رملية بتسمح له إنه يشوف مكان أبوه، وبيقطع دراعه عشان يوقفه. بعد كده بيمسكه بجهاز قفص. لما ديك رمزياً بيطعن خوذة أبوه، نجار بيشيلها وبيقول إن ديك يقدر ينضم للعشيرة لو يحميه. ومع ذلك ديك بيقول إنه عنده عشيرة بالفعل قبل ما بض اللي كبر ياكل دماغ نجار. سيا بتباركله في الوقت اللي ديك بياخد عباية أبوه. في اللحظة دي سفينة تانية بتظهر وديك بيقول إنها أمه. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وما تنسوش بقى لايك شير واشتراك فيلم من الآخر علشان يوصل لكم كل جديد.